اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم المهندس مصطفى العبساوي من الدوليه للشتلات. هنتكلم النهارده عن الفرق بين الانسجه والبنتجور. هنبتدي بالانسجه. الانسجه هي من احدث الطرق لاكسار النخل، وبالاخص الانواع الفاخره زي البلحي والمجدول وغيره. طب النسيج هو ايه؟ النسيج بتكون عينه من جماره افضل نخله موجوده، بتتم في معامل متخصصه تحت ايد استشاريين زراعيين ودكاتره زراعيين. بتكون جايه 3 ورقات او ورقتين، بعدها بتوصل لمرحله التريش هنا تحت الايد الاستشاريين والمهندسين الزراعيين. طبعا ما بتوصلش للمرحله ديت غير لما بتكون كونت مجموع جذري محترم يخليها توصل لمرحله التريش. طبعا النسيج مفيش فيه نسبه فقد نهائيا، بيتزرع في اي وقت، مفيش فيه مشاكل نهائيا. بعد كده هنخش على البنتجوره. البنتجوره بتكون فسيله تم خلعها من جنب الام، بعدها بيتم تحضينها في قصريه من 8 شهور لسنه علشان توصل للمجموع الخضري الممتاز ده. طبعا ما بتوصلش للمجموع الخضري الممتاز ده غير لما بتكون كونت مجموع جذري محترم. طبعا برضو البنتجوره مفيش فيها نسبه فقد، بتتزرع في اي وقت في السنه. طب من ناحية الإثمار بقى ما بين النسيج والبنتجورة، لا، البنتجورة بتفرق شوية لأن البنتجورة بتنتج قبل النسيج. ده الحالة الوحيدة الفرق ما بين الاتنين من حيث الإثمار. طبعا للطلبات والتواصل تواصلوا معنا على أرقام الصفحة أو على الأرقام الموضحة. كان معكم المهندس مصطفى العبساوي من الدولية للشتلات.